رجل يصف أم كلثوم بالجاموس على المسرح، ويا ترى كان إيه رد الست عليه؟ قبل ما أحكي لكم الحكاية دي بدعوكم للاشتراك في قناتنا عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان لو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا لايك وشير. على قد ما كانت الست أم كلثوم تتمتع بصوت جميل وجذاب ما كانش موجود زيه في العالم، إلا إنها كانت كمان صاحبة شخصية فكاهية وجادة، وكمان كانت صارمة في بعض الأحيان لما الأمر كان بيتطلب ده، فما كانتش بتسمح أبداً بأي حد يتعدى الحدود معاها حتى لو كان من جمهورها. في يوم من الأيام في واحد من حفلاتها اتعرضت سوما لموقف محرج جدا وكوميدي جدا في نفس الوقت، بس هي قدرت تعديه بكل سهولة وقدرت تحافظ على استمرارية الحفلة. من المعروف إن أم كلثوم كان عندها جمهور عريض من كل فئات المجتمع، الفلاح والغني والبسيط وابن البلد وغيرهم. وهي بتغني على المسرح سمعت راجل بيقول: يا جاموسة الفن يا ست. أم كلثوم ما سمعتش الجملة في المرة الأولى وكمان ما ميزتهاش، بس الراجل كررها أكتر من مرة، فردت الست عليه وهي متضايقة جدا وقالت له: بتقول إيه يا راجل يا جحش؟ بعد الكلمة دي أم كلثوم كانت مقررة إنها هتنهي الحفل، بس واحد من أعضاء فرقتها تدخل عشان يشرح الموقف وقال لها إن الراجل ده ما يقصدش إنه يغلط فيها، ولكن الفلاحين بينطقوا حرف القاف جيم، والراجل ده كان يقصد يقول يا قاموس الفن، بس دي بلهجته الريفية البسيطة. فبعد ما فهمت أم كلثوم الموقف ده ردت عليه وقالت له بنفس اللهجة الريفية اللي قال لها بيها: عندك حق، بس فين العجول اللي تفهم؟ قصة حب أحمد رامي لأم كلثوم. ما خطرش على بالك يوم تسأل عني؟ ده عينيا ما جا فيها النوم يا مسهرني، أمال غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه عليا. دي كانت آخر أغنية كتبها أحمد رامي لأم كلثوم بعد مشوار طويل من الإبداع والعبقرية. خرج خلالهم رامي 173 أغنية بصوت الست أم كلثوم، كل أغنية منهم بتعبر عن حبه وعشقه لكوكب الشرق. رامي كان بيعشق أم كلثوم جدا، وده كان واضح جدا في كل قصايده وفي كل معاملاته مع أم كلثوم. واتسأل أحمد رامي عن سبب إنه ما تقدمش لأم كلثوم، فجاوب وقال: لو اتجوزتها ما كنتش أقدر أقول فيها سهران لوحدي أناجي طيفك الساري وهي جنبي في بيت واحد. أحمد رامي مفيش مرة ما راحش فيها قعد على مقعده الرسمي في حفلات أم كلثوم لمدة 50 سنة. رامي ظاهر عليه جدا التأثر بحب حياته أم كلثوم، وده باين عليه في الصور اللي وصلت لنا ردود فعل رامي وهو بيسمع الست أم كلثوم. مش بس كده، أم كلثوم كانت أهدته خاتم فضة ورامي فضل لابسه لحد وفاته، وكمان وصى قبل ما يموت إنه يدفن بيه. أم كلثوم كانت عارفة ومتأكدة إن أحمد رامي بيحبها، ولما اتجوزت أم كلثوم أحمد رامي بقى تعيس. الست طلبت منه إنه يكتب أغنية بتقول: شايف الدنيا حلوة لأنك فيها. أحمد رامي زعل جدا وقال لها: أنا شايف الدنيا سودة، أشجارها بتلطم وأرضها بتبكي، ورفض يكتب القصيدة اللي طلبتها منه. وخصمته أم كلثوم ده خلى أحمد رامي يئس جدا بسبب إن أم كلثوم اتجوزت، وقرر إنه يتجوز من قريبته. أحمد رامي الدنيا اسودت في وشه لما سمع خبر وفاة حب عمره. بص للخاتم الفضة اللي خلعته أم كلثوم من إيديها وادتهوله من 20 سنة، كان رافض خبر موتها، ما كانش مصدق، وكمان ما كتبش كلمة بعد موتها وكسر قلمه. ولما اتعمل عزل أم كلثوم وأصر رامي إنه يروحه، بس بعد ما كان بيتخصص له مقعد في الصفوف الأولى في كل حفلاتها، اختار المرة دي آخر صف في العزا. عيط عليها وسط الناس ومشي وما قدرش يتحمل الموقف، مشي وهو ساند على كتف صديقه.
سبب رفض كوكب الشرق أم كلثوم في إنها تظهر في برنامج أبلة فضيلة. حبايبي الحلوين، كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بصوتها الرقيق الهادي الجميل جمعت الأطفال حواليها. أبلة فضيلة مش بس محبوبة من الأطفال، دي كمان محبوبة من الكبار. الكبار حبوا يسمعوها جدا كمان، وارتبطوا كمان بصوتها، فقدمت برنامج اسمه سين وجيم، وقدرت تستضيف كبار الشخصيات من وزراء وفنانين ومطربين، ومنهم الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، واللي قضى حوالي 3 ساعات جوه الاستوديو مع أبلة فضيلة والأطفال، واللي اتلفوا حواليه وغنوا معاه. ووصفت أبلة فضيلة الحلقة دي وقالت: أكلنا وشربنا وقعدنا وسمع الولاد وغنى معاهم. والأطفال سألت حليم عن سبب إنه هو ما يغنيش ليهم، وقال: صعب قوي أعمل حاجة سهلة قوي. بس حليم طبعا وعدهم إنه هيغني لهم، بس قدر ربنا إنه يتوفى قبل ما يوفي بوعده. وعلى الرغم من عدم رفض أي شخصية لحضور برنامج أبلة فضيلة، إلا إن الست أم كلثوم هي الوحيدة اللي رفضت الحضور في البرنامج، وبررت ده بكل جرأة وقالت: ما بحبكيش، بس يا بنت انتي يا بتاعت العيال، انتي عاوزين اتكلم مع العيال؟ الرد ده ضايق أبلة فضيلة وصدمها جدا، خصوصا انها ما كانتش تتوقع الرد ده خالص من كوكب الشرق بعد طلبها للحضور للبرنامج. وكمان بعد ما وافق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الحضور برنامجها، وكملت أم كلثوم صدمتها لأبلة فضيلة وكملت كلامها وهي بتضحك: عبد الوهاب بيحبك لكن أنا مش بحبك. بس على الرغم من المشاحنات دي اللي حصلت ما بينهم، أكدت أبلة فضيلة في حواراتها إنه بعد كده بقى ما بينهم علاقة كلها ود واحترام وتقدير. اشتركوا في قناتنا عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات خلف الكواليس. تحدت أم كلثوم وهزمتها ورقصت على أغانيها. في يوم من الأيام سمعت أم كلثوم خبر ضايقها جدا. واحد من الأشخاص وصل لأم كلثوم إن في رقاصة بتستخدم أغانيها وموسيقاها للرقص في الحفلات والملاهي الليلية. أم كلثوم غضبت جدا ورفضت بشدة إن تكون حفلاتها مادة خام للرقص وأصحاب الملاهي الليلية. أم كلثوم اتصلت فورا ببليغ حمدي وقالت له إن في رقاصة دايما بتستخدم لحنه ألف ليلة وليلة، وطلبت منه الحضور فورا عشان يحلوا الأزمة دي. وأول ما وصل سألته لو كان عارف الموضوع ده. جاوبها بليغ وقال لها لأ، ما كنتش أعرف، وقال لها إنه هيروح للرقاصة بنفسه ويحذرها عشان ما تستخدمش أغاني أم كلثوم تاني. بس أول ما وصل بليغ وشاف لأول مرة الرقاصة سهير زكي، ما كانتش لسه مشهورة أبدا، وخلصت الحفلة وقام بليغ مشي من غير ما يتكلم معاها خالص. بس راح لبيت الست أم كلثوم وقعد يلح عليها إنها لازم تروح وتشوف الرقاصة بنفسها. وهنا وافقت أم كلثوم بعد إلحاح بليغ، وقعدت أم كلثوم بعيد عن سهير زكي وبدأت تتابعها، وانبهرت جدا بأدائها الحركي. وبعد ما خلصت الفقرة سلمت عليها وقالت لها: كنت ناويالك على نية مش كويسة، لكن بمجرد ما شفت أدائك المختلف اكتشفت إنك إضافة. وأكدت إنها هتكرر التجربة دي وهتيجي تاني تتفرج على حفلاتها قريب. بعد اليوم ده أصبحت سهير زكي أشهر رقاصة في مصر على أغلب ألحان بليغ حمدي وغيرها من الألحان والأغاني لكبار الملحنين والمطربين. قصة إنقاذ شكوكو، حفلات أم كلثوم من الإلغاء، المسرح والفراشين وبتوع البوفيه كلهم تحت أمرك. حفلات أم كلثوم مهددة بالإلغاء، ده كان العنوان الأبرز اللي اهتمت بيه الصحف لما حصلت إصلاحات في مسرح قصر النيل وريفلي. الإصلاحات دي خلت أم كلثوم للأسف مش هتقدر تقدم حفلاتها زي العادة، وكل المحاولات اللي تمت عشان تنقذ الموقف ده للأسف فشلت، والجمهور كان قلقان جدا ومستني الحفلات. ده خلى أم كلثوم تتضايق قوي، وكانت بتحاول تدور على أي حل، لحد ما واحد من المقربين منها اقترح عليها حل مؤقت، وهو إنها تقدم حفلاتها على مسرح الأزبكية
اللي بيقدم عليه شكوكو حفلاته، اللي أصبح صاحب الفضل في إنقاذ المسرح من النسيان وتراجع الأرباح. أم كلثوم انبسطت جدا من الفكرة، بس كان عندها شرط إن محمود شكوكو يوافق الأول. بس في الحقيقة إن شكوكو كان بيحب أم كلثوم جدا، فدايما كان بيصر إنه يغني لها أغانيها وكمان يقلدها على الرغم من مكانته الكبيرة وقتها. مش بس كده، ده كمان كان بيكلمها ويقرأ لها التعديلات والإضافات اللي عملها على أغانيها قبل ما يغنيها. يا أغلى من أيامي ياللي ساجن قدامي، انزل وحياتك انزل، بلاش غرام في المنزل. وبعد ما عرف شكوكو بطلب أم كلثوم تأجير المسرح وتقديم حفلاتها عليه، رد عليها شكوكو: مش عيب؟ ده المسرح والعمال والفراشين وبتوع البوفيه كلهم تحت أمرك، وما عليكيش يا ست الكل إلا التوجه مع فرقتك يوم الخميس، وهتلاقي كل حاجة على سنجة 10. مش بس كده، ده كمان قبل الحفلة قرر شكوكو إنه يدهن الأوضة بتاعته بالمسرح عشان تليق باستقبال الست أم كلثوم، عشان تستريح فيها وتصلح مكياجها بين الوصلات. وكمان حط في أوضته بوكيه ورد على هيئة الطاقية رمزاً لشكوكو. ولما دخلت ثومة الأوضة وسط الصحفيين والمصورين وشافت البوكيه، علقت ساخرة: البوكيه ده مشكوكو فيه. أما بقى في يوم الحفلة راحت أم كلثوم للمسرح، لقت كل حاجة جاهزة، وكمان شكوكو كان بيشرف بنفسه على كل حاجة، فقدمت عدد كبير من أغانيها. مش بس كده، ده كمان محمود شكوكو أصر إنه ما ياخدش من كوكب الشرق أي أجر، وقال لها: اعتبري الأمر ده هدية مني ليكي. الموقف ده وطد العلاقات جدا ما بين كوكب الشرق أم كلثوم ومحمود شكوكو، رحمة الله عليهم جميعا. اشتركوا في قناتنا عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات خلف الكواليس.